السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى يلقاكم فيديو ديال اليوم احسن حله ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم آلة نتاع الرايب. صراحه عجبتني، وكان ما عجبتنيش ما غنشاركهاش معكم، ما نشكرها لكمش. يعني اللي ما عندوش وصادفه ياخدها، راه زوينه، ما غاديش تندموا عليها. غنشارك معكم الطريقه ديال التحضير ديالو، المكونات في نفس الوقت. هنايا كنحتاجو باش نوجدو الرايب لتر ديال الحليب كامل الدسم. دانون من الاحسن يكون العاقد، يعني ما يكونش ديك دانون الفولوتي، وما يكونش فيه النكهات، يعني الفاني او لا طبيعي. هنا ازا فاني والسكر سنيده على حسب الذوق. كما كتشوفوا الاله خديتها ب7 ديال الكيسان ديالها، والغطاطي ديالهم زوينه بزاف، عمليه، والغطايه ديالها وسهله. كديري لها يعني غير البريز وتشعلي ديك البوله وتخليها تقريبا 8-10 السوايع، وتطفيها وتخليهم يبردوا في الثلاجه. وها هو الرايب ديالك وجد، كيجي عاقد وزوين واقتصادي، وعارفه شنو دايره فيه، حسن ديك الدانون اللي كيتباع في الزنقه عامر بالمواد الحافظه. وحتى الا كان عندك يعني الحليب ديال البلدي العبار، حتى هو ديري له نفس الطريقه. كاين اللي كيزيد نيدو، ولكن انا ما كنزيدش الصراحه، ما كندير لا نيدو لا حتى شي حاجه، غير هكا وكيصدق زوين. المهم الطريقه هي كديري سنيده مع الفاني مع ديك الطاس ديال دانون مع السيترو بارد، والسيترو الاخر كما شفتوا درناه فوق البوطه يغلي حتى كيفيض، وعاد كنحركوا الكل. الطريقه سهله، وتقدروا اللي ما عندوش الاله ديال الرايب يقدر يديرها في الكوكوط، يعني نفس الطريقه ديال التحضير بحال هكا. كديري سنيده، ديري الفاني دانون الحليب، تحركي كلشي وتضيفي عليه ديك السيترو اللي غادي تغليه، وتجيبي واحد الطنجره ديال الضغط تكوني مسخنه الماء مزيان فشي غلاي، تستفي الكيسان ديالك تخوي فيهم الرايب وديري الماء تقريبا واصل النص ديال الكاس وتسدي. حتى هي 8 السوايع 10 السوايع كيكون الرايب واجد. غير هي داك جبد الكوكوط والكيسان وداكشي صراحه فيها شويه الروينه، ماشي بحال هذه يعني آلة باينه ديال الرايب كديريها وانتي مهنيه. غير ما تجي ملي ديروها يعني تديروا فيها الرايب تبقاو تحركوها وداكشي، راه ما يصدقلكمش، خاصكم تخليوها في بلاصه وحده ستابل. صافي من بعد ما جا فايض الحليب كنكبوه على داك الخليط ونحركوه مزيان. صافي الرايب ديالنا كيكون واجد. غادي نكبوه في الكيسان. هاد الكويسات صراحه زوينين وعمليين. تقدروا ديروا شويه ديال الكونفيتور من التحت اللي كيعجبو، عاد ديرهم فوق منه، كيجي لا منظر ولا مذاق، كيجي زوين. بغيتو تكتفيو به غير هكا بحال كما درتو انا، راه حتى هو كيجي غزال عاقد. غادي تشوفوا النتيجه في الاخير غتعجبكم بزاف. صافي بعد ما عمرت الكيسان، يطرد الحليب كيعمر ليا 6 د الكيسان حتى للفم. الا بغيتو ديروا يعني 7 د الكيسان زيدوا واحد الكاس ديال الحليب، كاس الحليب بارد زيدوه في الاول، وعاد ديروا ديك نص سيترو طيبوه. صافي درنا البريز وغادي نديروه 8 السوايع. انا بعض المرات كنخليه، الا درتو في الليل كنخليه حتى للصباح. صافي ودرتو من بعد ما وجد في الثلاجه، وها هي النتيجه النهائيه. كيجي عاقد بحال الرايب ديال المحلبات، وبنين وصحي. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه ديال اليوم. الى وصفه جايه ان شاء الله. اعانكم الله.